لما نكون عايزين ناكل حلو طعمه حلو جدا ولذيذ ومش مسكر قوي، يبقى هو الحلو ده كنافة بالشوكولاتة. طعمها كده حاجة حلوة جدا، حاجة من اللذاذة والحلاوة، طعمها مش مسكر قوي وانت بتاكلها تحس انها بتدوب في بقك. عارفين كده الحلويات اللي وانتوا بتاكلوها بتاخدكوا لبعيد؟ يلا نجدد في حلوياتنا ونغير الشكل التقليدي بتاع الكنافة. الحلو ده سعره في محلات الحلويات وفي الكافيهات غالي جدا، غالي بسعر مبالغ فيه. هنشوف بيتعمل ازاي وبطريقة في منتهى السهولة. اول حاجة هنجهزها هي الكنافة. معايا نص كيلو كنافة وكوباية سمنة. الكنافة اللي معايا حطيتها في الكيس ده كده وحطيتها في الفريزر. لما الكنافة بتسقع قوي افتتها كده بقى بايديا، دي اسهل طريقة عشان اهري بيها الكنافة. افتتها كده بايديا وهي جوه الكيس هتفتت معايا بسهولة جدا ومن غير ما بهدل المكان. ممكن بدل ما افتتها بايديا كده ممكن اقطعها برضو بالسكينة بعد ما اطلعها من الفريزر، بس في الحالة دي هتبهدل طبعا المكان خالص حواليا. يا اما لو هي مش في الفريزر اقطعها بايديا حتت صغيرة. اجي بقى كده على النار في طاسة او في حلة، احط السمنة. لما تسيح احط الكنافة واقلبها عشان تتغلف بالسمنة. عايزة النار تكون متوسطة او هادية، مش ينفع النار خالص تكون عالية عشان الكنافة مش تتحرق مني. اقلبها بقى كده على طول عشان ما تحرقش مني. لازم اقلبها باستمرار عشان كلها تبقى لون واحد، مش يبقى فيها كمان حتت محروقة. مش ينفع خالص اعلي عليها النار عشان ما تتحرقش مني. كنافة بتاخد لون بسرعة. هقلبها بقى كده على طول لحد ما توصل للون الذهبي. لما اجي اطفي على الكنافة الطاسة بتبقى لسه سخنة، عشان كده بعد ما اطفي عليها بلاقيها بتكمل التسوية بتاعتها وبنلاقي لونها غمق اكتر. ده بسبب النقطة دي، عشان كده لازم نراعي النقطة دي لما نطفي عليها وهي لونها افتح شوية من اللون اللي احنا عايزينه، عشان بعد ما هنطفي عليها هتكمل تسوية شوية وتوصل للون اللي احنا عايزينه. يلا بقى نجهز الشربات بتاع الكنافة. معايا كوبايتين سكر وكوبايتين مية ونص ليمونة وفانيليا. احط بقى السكر والمية واعصر نص الليمونة في حلة. السكر والمية قد بعض، ده هيدينا شربات متوسط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، وده مناسب لكل الحلويات. حطهم على النار من غير تقليب، حطهم على نار متوسطة واسيب الشربات لحد ما يغلي. بعد 5 دقايق الاقي الشربات بدأ يكون البالين اللي على الوش دي. لما يكون الريم نقدر نشيله كده بالمعلقة ونسيبه يغلي اكتر. بعد شوية الاقي البالين دي كترت وبقت على كل السطح بتاع الشربات. ساعتها اقدر اختبر الشربات بمعلقة كده، لو نزل خط شربات واحد متصل يبقى كده الشربات عقد، لو نزل خط متقطع يبقى محتاج يغلي 5 دقايق كمان. مجرد ما نلاقيه نزل خط متصل يبقى كده بقى تمام ونرفعه على طول من على النار، مش نسيبه اكتر من كده عشان مش يمرر. اطفي بقى على الشربات كده النار واحط له الفانيليا، نقطتين فانيليا كده واقلبه. الفانيليا اقدر اضيفها في اي مرحلة، والشربات على النار او بعد ما اطفي عليه. الفانيليا السائلة اللي معايا دي افضل فانيليا نستخدمها في الحلويات، بتدي طعم وريحة حلوين جدا وكمان الريحة بتاعتها مميزة. حطيت بقى كده الشربات على الكنافة وقلبته كده، الكنافة بقت جاهزة. الشربات لازم يبقى بارد والكنافة تبقى سخنة. نعمل الشربات قبلها ونسيبه يبرد، ومجرد ما الكنافة اطفي عليها النار وهي لسه سخنة اسقي بالشربات على طول الكنافة. اللي يحب الكنافة تبقى مسكرة قوي هيحط معيار الشربات كله،
واللي يحبها يبقى سكرها مش مسكر بزيادة، هيعمل الشربات بمقدار 1.5 كوب سكر و1.5 كوب مية. يلا بقى نجهز الكريم شانتيه. معايا 1.25 كوب لبن و1.25 كوب كريم شانتيه ومعلقة كاكاو خام. اللبن عايزاه يكون ساقع. احط بقى كده معلقتين لبن على كاكاو واقلبهم عشان ادوب بقى كده الاول الكاكاو في اللبن. اجي بقى كده في طبق واحط كريم شانتيه واللبن وبالمضرب الكهربي اضربهم، اضرب لحد ما الاقي القوام بقى تقيل. اضرب على السرعة العالية. الكريم شانتيه اللي انا هعمله ده كريم شانتيه شوكولاتة، اللي يحبه ابيض مشيه شوكولاتة يحط مقدار كوباية كريم شانتيه وما يحطش كاكاو عشان يدينا القوام اللي احنا محتاجينه ده ومش يبقى خفيف. احط بقى الكاكاو اللي احنا دوبناه في اللبن الاول على الكريم شانتيه واكمل ضرب. اضرب لحد ما الاقيه تقل ووصل للقوام اللي انا عايزاه. منقلقش خالص لو ضربناه وحسينا ان هو خفيف اقدر ازود شوية كريم شانتيه واكمل ضرب. كريم شانتيه بيختلف حسب نوعه، كمان لو لقيته تقيل اقدر ازود شوية لبن واضربه تاني لحد ما يظبط في القوام اللي انا عايزاه. انزل اللي على الجناب واكمل ضرب. انا عايزاه في القوام والسمك كده، مش عايزاه تقيل قوي ولا عايزاه برضو يكون خفيف قوي، عايزاه يكون متوسط. احطه بقى في التلاجة لحد ما اكمل خطوات. يلا بقى نعمل صوص الشوكولاتة. هحتاج نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، نص كوباية سكر، ربع كوباية كاكاو خام وفانيليا. اجي بقى كده في الكبة بملحق الخفق ده او بدل الكبة استخدم الخلاط. احط بقى نص كوباية السكر، ربع كوباية كاكاو، نص كوباية لبن ونص كوباية زيت ونقطتين فانيليا واضرب. انزل بالمعلقة كده بقى اللي على الجوانب واكمل ضرب. كاكاو بيختلف من نوع لنوع، عشان كده لو لقيناه خفيف اقدر ازود معلقة كاكاو واضرب لحد ما يوصل للقوام اللي احنا عايزينه. ولو طلع تقيل اقدر ازود معلقتين لبن ومعلقتين زيت واضرب تاني لحد ما برضو الاقيه وصل للقوام اللي انا عايزاه. انا عايزاه يكون في القوام ده برضو، مش عايزاه يكون تقيل قوي ولا خفيف قوي. في صوص الشوكولاتة السكر واللبن والزيت بيبقوا قد بعض. معايا منجاية تكون ناشفة ومقطعاها كده مكعبات صغيرة. ممكن بدل المانجا استخدم اي نوع فاكهة احبه، كمان ممكن استخدم كذا نوع فاكهة. اجيب بقى كده الكاسات دي واحط فيها، احط شوية كنافة احط بقى كده وادوس عليهم بالمعلقة واسويهم. كمل بقية الكوبايات بقى. اجيب بقى صوص الشوكولاتة وابدأ احط كده في كل كوباية. الفانيليا السايلة بتبقى مركزة، عشان كده لما نيجي نستخدمها بنحط حاجة بسيطة جدا. انا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو عجبكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. احط بقى كده الشوكولاتة في كل الكوبايات. اجيب بقى كده المانجا واحط كده. اجيب بقى كنافة واعمل طبقة كمان
وادوس عليها كده واسويها. كمل الكوبايات كلها. احط بقى مانجا تاني وابدأ بقى كده اعمل طبقات، اشكل بقى كده الطبقات. نجيب بقى الكريم شانتيه واحط بقى في الكوبايات. اشكل بقى كده الطبقات حسب ذوقي. احط كنافة بقى كمان. اقدر اشيل اي مكون من المكونات دي، اقدر اشيل الشوكولاتة مثلا، او اقدر اشيل الكريم شانتيه لو انا مش بحبه، او اشيل فاكهة، او ازود اي مكون كمان. يعني الموضوع حر جدا، بس الميكس ده مع بعضه بيدي طعم حلو جدا. حط بقى كده المانجا. لو ما فيش مانجا فريش اقدر استخدم المانجا اللي متخزنة في الفريزر، ما فيش اي مشكلة. اختار مانجا تكون جامدة واقطعها واستخدمها. اعمل طبقات بقى كده لحد ما اخلص كل المكونات اللي معايا. من حلاوتها وجمال طعمها هتعجب كل اللي هيدوقها. احط بقى على الوش كده شوكليت شيبس، طبعا ده اختياري. مش حطيت في كل الكاسات، حطيت في بعض الكاسات بس كده. ده حلو، طعمه حلو بمعنى الكلمة، كمان شكله حلو جدا ومغري ويفتح النفس. صوص الشوكولاتة وكريم شانتيه لما بيتحطوا في التلاجة بيتقلوا. ما تنسوش وانتوا بتعملوا الحلو ده تصلوا على النبي. بألف هنا.